السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات الفريلانسر. النهارده في الفيديو ده هناخدكم خطوه بخطوه واحنا بنحاول نعمل عمليه سحب للارباح من منصه خمسات على حسابنا في باي بال، ومنها على الفيزا ايزي باي اللي بنقدر نستلم منها فلوسنا اللي على الباي بال بالجنيه المصري، ولحد كمان ما رحنا لمكنه الاي تي ام وسحبنا منها الفلوس وشفنا المبلغ اللي وصل قد ايه. فخليك متابع معانا لاخر الفيديو علشان ما يفوتكش اي تفصيله صغيره في الرحله دي. يلا بينا. خلينا نخش على الرصيد بتاعنا في منصه خمسات ونشوف ازاي بنقدر نسحب الرصيد. خلينا نسحب على الباي بال. هو الحساب البنكي مضاف، بس المشكله ان هو تقريبا في مشكله خاصه بمصر، مش قادرين يسحبوا او يعملوا ارسال ليها. فخلينا نبعت على الباي بال عشان نشرح على فيزا ايزي باي. بريد حسابك في باي بال بيكون مضاف، طبعا انت بتكون ضايفه ومفعله. هنا بتكتب المبلغ اللي انت عاوز تسحبه من رصيدك قد ايه، تمام. وليكن خلينا نسحب مثلا $100 ونقول له مثلا ارسال الطلب. هنا اول ما جاب لك الصفحه دي خلاص جاب لك البيانات اللي انت البيانات اللي انت شايفها قدامك، زي المبلغ المطلوب $100، طريقه السحب باي بال، حساب الباي بال بتاعك، تاريخ الطلب وكده. المفروض ان هو خلال 24 ساعه الفلوس دي بتروح على الباي بال. فاحنا كده خلصنا اول خطوه من منصه خمسات، وبعد كده هننتظر وصول الفلوس على باي بال علشان نقدر نشوف بعد ما توصل للباي بال الفلوس هتوصل على الفيزا في نهاية الشهر اللي هو تقريبا يوم 31. هتوصل بشكل تلقائي اوتوماتيك من غير اي رسوم. فده اللي هنشوفه في الخطوة الجاية، خليكم معانا. بس وجينا يوم 30 جالنا ميل من موقع خمسات، زي ما انتم شايفين 2 ميل من موقع خمسات ان هو بعت الفلوس على حسابنا في باي بال. بيقول ان مبروك تم ارسال مستحقاتك اللي انت طلبتها على حسابك في باي بال. دي كده الميل بتاع منصة خمسات. الباي بال بعت لنا ميل تاني عشان يعرفنا ان احنا استقبلنا $100 على الحساب بتاعنا. وده كان حسابنا في باي بال، بس احنا نسينا نصور اول ما الفلوس وصلت. بس المعاملتين اللي تحت هنا، المعامله اللي جت من شركه حاسوب اللي هي اصلا مالكه لمنصه خمسات، ان دخل لنا $100، واللي فوق عملنا عمليه سحب على الفيزا بتاعتنا اللي هي فيزا ايزي باي بمبلغ $100. وهنا بعد ما رحنا على ماكينه الاي تي ام علشان نعمل استعلام عن الرصيد ونسحب الرصيد الموجود، هنا عملنا استعلام عشان نشوف $100 هم بالظبط جالنا $103 لان كان في $3 في الحساب. طيب هنا شفنا رصيد الحساب وال$100 كلهم نزلوا على الحساب، والفيزا برضو كان فيها تقريبا 200 او 400 جنيه. فالفلوس نزلت بنجاح يوم 1/8 بالظبط. احنا عملنا المعاملات دي كلها يوم 30 والفلوس اتحولت على الفيزا يوم 1 في الشهر. هنا كنت عملت خلاص عملية سحب لمبلغ من المبلغ الموجود في الفيزا. وطبعا القطعه اللي حصلت في الاول دي هيجي واحد يقعد يقول لي انت قطعت الفيديو ودخلت فيزا تانية غير الفيزا عشان انت مش عارف ايه. انا والله يا جماعه مش شغال في البريد ومش بعمل تسويق. لو انت خدت بالك انا وانا بخرج الفيزا من الاي تي ام اهي كانت الفيزا اللي هي ايزي باي. وهنا على طول جالي رساله من البريد المصري من ايجيبت بوست ان هو تم خصم 4000 جنيه من البطاقه، والمتبقي مثلا 1207 جنيه. ده كان الرصيد اللي موجود في الفيزا وقتها.